قبل ما ندخلوا في الديتاي تاع القوانين حبيت نقول لكم باللي راهي مسرحيه. السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. استناو نحيو نواظر باش نشوفكم مليح. انا بالمقلوب نحي نواظر باش نشوف مليح. فرنسا دارت قوانين جديده، قوانين على الهجره، وخلطتها شويه وتخلطت في لي ريزو سوسيو، ولقيت بزاف فيديوهات الناس كل واحد واش يهضر، كل واحد على حسب المعلومات اللي عنده، كاين اللي يصيب وكاين اللي يخطئ. والمشكل انه خاوتنا اللي راهم في الجزائر ولا خاوتنا اللي راهم في فرنسا ولا تلفت لهم واش هو القانون هذا مليح لينا ماشي مليح لينا، قسنا ما قسناش. خاوتنا حراقه في فرنسا اللي راهم حابين يطلعوا العائلات تاعهم، توشيهم ما توشيهمش القانون هذايا. مالا اليوم ان شاء الله راح نفهمكم غير بالعقل داقه داقه. نهار 3 كانوا فوطاو في فرنسا على واحد القانون جديد، بصح هذا القانون هذايا شغل جاي عنصري كونتر مهاجرين ديريكت، وكان كيخموا منطقيا حاجه عاديه اللي فرنسا يحوجوا على بلادهم، ولكن هما يدافعوا على بلادهم وحنا مهاجرين ندافعوا على مهاجرين. داروا واحد القوانين، بصح هاد القوانين هذوما واش هما الابعاد تاعها واش معناها. قبل ما ندخلوا في الديتاي تاع القوانين حبيت نقول لكم باللي راهي مسرحيه تاع ماكرون باش يزيد عهده من هيك انتخابات من هيك، او بلي يجي يوري للبابل تاعو ولا الشعب تاعو بلاو يخدم وراه لازم يحاوز المهاجرين اللي راهم رافدين بلادو. وباش يدير هاد العفسه هاديه لازم يربح اليمين المتطرف، هذيك خالتهم ماري لوبان، وهذاك والله ما على بالي اسمه، واحد ماشي شباب هكايا من الاصول تاعو الجزائريه بصح سايكرانا لهم حركي ولا وليد حركي ولا. المهم تك عليهم وراح دار قوانين جدد اللي يساعدوهم وكونتر المهاجرين. وفي لافيت الفيديو نعطيكم الديتاي علاش راهي مسرحيه. تبع الفيديو من الالز. اول حاجه كنهضروا عليها اللي هي لو ريغروبمون فاميليا. واش معناتها ريغروبمون فاميليا؟ نعطيكم مثال وانت قيس عليه. واحد عايش في فرنسا عنده الاوراق من هناك، حب يطلع الزوجه تاعو، يعني واحد يسكن في فرنسا خدام لاباس به عنده البيرمي سيجور تاعو، حب يتزوج في البلاد ويطلعها، ولا نفس الشيء يعني المغربي ولا التونسي نفس الشيء. كانت مع الاول لازم يكون عنده 18 شهر، يعني اقل حد يكون عنده 18 شهر من التواجد على التراب الفرنسي بطريقه قانونيه. 18 شهر كانت عام ونص، رجعوها عامين. هذا ما كان، يعني اللي عنده 18 شهر باوراق بطريقه قانونيه 18 شهر يقدر يجيب دارهم من البلاد. دوكا ولات عامين زادوا لها سيمو. هذا ما كان. الحاجه الثانيه في الريغروبمون فاميليال، كان السيد اللي دوموندي الريغروبمون فاميليال كان يكون لازم يكون عنده 18 سنه في عمره، يعني كاقل حد 18. دوكا طلعوها رجعوها 21، يعني لو دوموندور والبينيفيسيير يكون في عمره 18 سنه، كانت 18 سنه رجعوها 21. يعني اللي راه في فرنسا يكون في عمره 21 و 22 50 وطلع، واللي في البلاد كيف 21 وطلع وتجي رايح. الحاجه الثالثه في الريغروبمون فاميليال يكون عنده لاسيورونس مالادي، وباينه اللي عنده اوراق، باينه اللي عنده لاسيورونس مالادي. الحاجه الرابعه اللي زادوها سيكو السيد ولا السيده اللي داروا له لا دوموند، يعني اللي راه في البلد الاصلي تاعو الجزائر المغرب تونس، يكون عنده تيست تاع الفرنسي، يعني من لي زوتوريتي فرونسيز، يكون تيست دو ريوسيت في لا لونغ فرونسيز، يعني يعرف يهضر الفرنسي. وشكون يدير له التيست هذا؟ لي زوتوريتي فرونسيز في هذيك البلاد، الجزائر تونس المغرب. شكون يهضر فرنسي ما يهضرش فرنسي ما يطلعوهاش. هذه شغل هادو مجيحات. دوك نروحوا القوانين تاع الصح. تاخذكم تبعوا الفيديو الاخر باش تضحكوا، ماشي تضحكوا باللي تفهموا باللي راهي مسرحيه. مع الاول في الجروب فاميليال كان الانسان كيديبوزي الدوسي تاعو 2 موا الى المير ما رجعلوش، لو مير ما رجعلوش، يعني افي فافورابل ولا ديفافورابل، القبول ولا الرفض، يفوتوا شهرين وما يرجعلوش يعتبر طالب مقبول. دوكا نحاوها، اذا شهرين ما رجعولكش يعتبر طالب مرفوض. يا ولاد الذين. الحاجه السادسه اللي بدلوها في الجروب فاميليال هي الصالير، الصوارده. اللي يكون داير الطالب تاعو لازم يكون عنده ان صالير ريغولي وستابل. واش معناتها ريغولي وستابل؟ يعني كل شهر يخلص، وستابل يعني من صالير دو باز وطلع، ما ناش نقولوا من صالير دو باز وهبط، صالير دو باز وطلع. ولا هنايا المعمول بها ولا واش راهم يمعنيو يكون عندك كونطرا سي، يعني ادوري انديتيرميني، يعني كونطرا مفتوحه. نروحوا القانون الثاني اللي هو القانون اللي يهضر على ميسيون طونسيون. ميسيون طونسيون هو خاوتنا اللي عندهم اللي راهم متواجدين على التراب الفرنسي بطريقه غير قانونيه، ولكن في 3 سنين هذو الاخرين يكون عنده مينيموم 3 سنين متواجد في التراب الفرنسي، تكون عنده بروفا راح للطبيب داير عفسه ما على باليش،
وفي العامين الاخرين يعني في لي 24 موا الاخيره هذه يكون عنده او موان 12 فيش دو باي، تما كون يولي عنده الحق انه يدوموندي الكوارت تاع ميتيون طونسيون. واش تانيت فيها؟ لازم تكون عنده الكونترا دانتيغراسيون، يعني السيد هذا انسان مليح، ناس ملاح، ما عندوش مشاكل، ما يكونش عنده كوتياف، ما يكونش عنده لي بروبليم جوديسيير، ما يكونوش شكاو به، يكون يهضر اللغه الفرنسيه مليح، عنده لاسيورونس ديالو، يعني يكون صالح وموهوب. ولكن القانون هذايا ما يتوشيش لي زالجيريان، يتوشي خاوتنا التوانسه وخاوتنا المغاربه. علاش ما يتوشيش لي زالجيريان؟ باسكو ما كانش قوانين بين الجزائري والفرنسا، ودوك نفهمكم في هذو القوانين بين الجزائر وتاع فرنسا. هضروا ثاني في القانون تاعهم على خاوتنا اللي عندهم الجنسيه جديده اللي تكون اقل من 24 شهر، هادو اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه في اقل من 24 ساعه، يعني تهضر يطيروا سنانك، تغلط يطيروها لك. لازم حتى تدخلوا لي قضيه شويه، انتم كترفدوا الجنسيه كالمي روحكم شويه، باسكو الا كنت جديد وبديت تريكلامي راه هوايج اللي هما ما يحبوش وبداو يكونوا عندك مشاكل، يقدروا يطيروا لك الجنسيه. هضروا ثاني على اصحاب المارشون سومي. مارشون سومي هما هذوك الناس اللي يجي يكري لك دار ومن بعد يقول لك ما نديرلكش الريزيدونس وما نديرلكش كيما حنا نقولوا لوسبيتالي، ما باش الفرنسي كيف يهضروها، يعني ما يديرلكش الاوراق باش انت ما تخدمش هذيك الريزيدانس. ها منهم هذيك هذوك ثاني هضروا عليهم، قال لك باللي يقدروا يطيروا لهم الاوراق تاعهم ويقولوا في مشاكل مع القضاء الفرنسي. القضاء الفرنسي حنا هاد العفايس ما راش نتعمق فيهم، راني ندوز هكاك فيت فيه. دوكا نولوا للجزائريين. علاش الجزائريين يقيسهم هذا البروغرام ولا ما يقيسهمش هذا القانون ولا ما يقيسهمش؟ لي زالجيريان عندهم الريجيم، يعطوا الريجيم سبيسيال. وشنو هو الريجيم سبيسيال؟ يعني كاين اتفاقيه دوليه بين الجزائر وفرنسا. الاتفاقيات هذوما ما عندهمش عام وعامين اللي داروا، يعني عندهم سنوات وسنوات، والله دوري تاعهم مازالها مفتوحه، يعني ما يقدرش يطبق عليك قوانين وهما كاين قوانين واحده اخرى ولا اتفاقيات راهم يتعاملوا بها، سي دي زاكور اوفيسيال. وهنا بزاف من اعضاء تاع البرلمان ما عجبوش الحال، قال لك بلي لازم نوقفوا هذه الاتفاقيات باسكو هكايا شغل الزينيه حنا نتعاملوا معاهم بزي، والمغاربه والتوانسه والبلدان الاخرين الافارقه ومنهم هيك نتعاملوا معاهم بزي واحد اخر. يا ما حشيت لهم ما يقدروا يديروا والو. على بالي قلت لكم قبيلات وين الميتيون طونسيون ما يتوشيش لي زالجيريان باسكو ما كاش اتفاقيات على الميتيون طونسيون. كاين واحد العفسه ثانيه اللي كانوا هضروا عليها اللي هي باغ تاع لي زيتوديون. لي زيتوديون لازم يحطوا كونسيون كبيره باش يقدروا يقراو في فرنسا، هذه ثاني ما توشيش لي زالجيريان. الحكايه سيكو ماكرون مسكين حب يوري البلاد باللي راح يبدل كاع قوانين وراهو يخدم منهم ليك، اي بورتون هو على بالو باللي ما تتمشاش مع القوانين الاوروبيه، يعني قوانين دوليه. اوروبا كيقولوا اتحاد اوروبي، الدول كاع تاع اوروبا يخدموا بقانون واحد. Ce projet de loi ne va pas changer grand-chose puisque malheureusement les frontières nationales ne sont pas rétablies, puisqu'il n'y a pas la primauté du droit national, c'est-à-dire que les juges européens vont appliquer des directives européennes qui ont été signées en 2008 et qui interdisent d'appliquer la loi qui va être votée ce soir. Mais cette loi ne va rien changer. يعني بالك كاين حوايج صغار ديطاي هكايا بصح هاد القوانين الكبار تاع المهاجرين واللي يحوجوا المهاجرين ومنها من هيك ما يقدرش ماكرون ولا فرنسا ديرها وحدها، وماكرون على بالو بها. ايا واش دار؟ راح يجري لعند بروكسل كيقولوا لعند لا بلجيك. ايا واش دار؟ راح لا بلجيك ينيغوسي شويه مع البلجيكيين. Pire, M. Macron négocie à Bruxelles en ce moment la signature d'un pacte migration-asile qui va donner des pouvoirs extravagants à la Commission de Bruxelles qui veut accroître les flux migratoires. بروكسل ما يجوزولوش ما يمشولوش. راح تقول لي رائد واش دخل فرنسا في بروكسل في لا بلجيك؟ لا دخل هذه اوروبا، اتحاد اوروبي. وإلا بروكسل قالوا ما تجوزش القانون هذا، فرنسا ما تجوزوش. علاش؟ ما على باليش وما دخلنيش، خاطرش من بروكسل قالوا له يا ودي لو كان يكون الريفو تاع ايميغرون واحد هبطوا يعني بالقوانين هذو جدد لك دير فيهم، تقدر تخلص فرنسا 20,000 يورو على ايميغرون واحد، 20,000 يورو على ايميغرون واحد اللي يحوزوا هكاك ابوزيفمون. En ce moment même, la vraie loi sur l'immigration, elle est en train d'être décidée, mais pas en France. Elle est décidée à Bruxelles. Le pacte pour la migration, dont on parle depuis des mois, vous savez, celui qui va entraîner la relocalisation forcée des migrants. Sinon, 20 000 euros d'amende par migrant refusé dans votre commune, dans votre pays, va être décidé. Ça a une autorité juridique supérieure à cette pauvre loi dont il restera, à mon avis, rien après le Conseil constitutionnel. Et ça, personne n'en parle. Tant qu'on ne parle pas sur ce sujet migratoire, mais on pourrait dire sur tant de sujets, de notre appartenance à l'Union européenne, qui de toute façon impose
tant de choses. Le regroupement familial obligatoire, directive de 2003. Le fait que vous ne pouvez pas faire des expulsions collectives de clandestins, donc on n'expulse personne. Le fait qu'on n'a pas de frontières nationales. On a démantelé nos douanes, le fait qu'on ne contrôle plus l'asile, et encore moins demain avec ce nouveau pacte pour l'asile, vous y ajoutez la CEDH, c'est la fameuse... Mais on le dit... Allez chercher le Ouzbek que vous avez envoyé, allez le chercher à vos frais, donnez-lui 3 000 € d'indemnité, et ben vous êtes piégés. الخلاصه سي كو اوروبا دارت بيبي على فرنسا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيبي الخاوتي القوانين هذوما اللي خرجوا جدد. خاوتنا لي زالجيريان ما تخافوا ما والو، ما توشيكمش هذا كامل القانون هذايا، يعني يغليوه يشربوا الماء ديالو. هي مجرد مسرحيه من المسرحيات اللي يديروهم دائما في الانتخابات. قبل ما نغلقوا الفيديو، يعني لو كان يخرجوا المهاجرين كامل من اوروبا واش يصرى في اوروبا تكولي شكون هو يخدم فيها؟ المهاجرين برك. نتلاقاو في موضوع واحد اخر، في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تشاو راكاتي.